مساء الخير. لأن قناة مطبخ مغي كتحرص دائما على تقديم عدة وصفات مختلفة باش ترضي جميع الأذواق، ففي هذا الفيديو هذا غادي نتعرفوا على كيفية تقديم البيض المسلوق بطريقة جديدة راقية وأنيقة. غير هو قبل ما نبداو في الفيديو غادي نقدم لكم واحد النصيحة بالنسبة للناس اللي كيجيو من المطارد شوية مجهد وما كيقدروش على داك الطعم اللذيذ ديالو. ممكن انكم تستغناو عنه في هذه الوصفة، اولا ديروا فقط راس معلقه عوض ملعقه ونصف اللي درتها انا في المقادير، لانه هو فعلا الطعم ديالو كيجي مجهد. فلهذا اللي ما عندوش معاه يستحسن ما يديروش ويكتفي في بقيه المقادير. هنا اول حاجه درنا هي خدينا الشمندر الاحمر او البربه، قطعناه لقطع متوسطه وضعناه في طنجره الضغط مع شويه ديال الملح ومع الماء، وغادي نخليوه يتسلق لمده 10 دقائق. بعد ما كتبدا الصفاره تصفر ثم غناخذوا 6 البيضات، غادي نضيفوا ليهم شويه ديال الماء وغنديروه يتسلق لمده ما بين 7 حتى ل 10 دقائق. ثم مباشره فاش غنطفيو عليه البوطه غادي نهزوه وغادي نوضعوه في ماء بارد باش يوقف المرحله ديال الطهي ديالو. هنا لاننا في فصل ديال الشتاء والمشي شويه مازال كيكون بارد في الصنبور، ما احتاجتش انني نوضع قطع الثلج. الا كنتو كتشاهدوا هذا الفيديو هذا في وقت من غير فصل الشتاء، زيدوا لهداك الماء بعض ديال قطع الثلج باش ما يسخنش الماء مباشره بعد وضع البيض. صافي هنا دزنا مباشره بعد ما خليناه يبقى في الماء البارد لمده 10 دقائق اخرى للتقشير ديالو. كما كتلاحظوا راه كيسهل التقشير ديالو بعد ما كنوضعوه في الماء البارد. وواحد المعلومه كنظن قليل اللي كيعرفها، وهي انه كل ما كان البيض قد يمشي شويه، دازت مثلا اسبوع او لا اسبوعين على الانتاج ديالو، كيكون اسهل في عمليه ديال التقشير. يعني البيض الجديد دائما كيكون صعيب في التقشير على البيض اللي قدم منه بسيمانه ولا جوج. هذه انا اعتقد انها معلومه بزاف ديال الناس ما كيعرفوهاش. صافي هنا بعد ما قشرنا البيضات الست ديالنا غادي نضيفوا ليهم الماء ديال الباربه اللي تحصلنا عليه بعد السلق ديالها. كما كتلاحظوا ضروري ما كنعمروهم لدرجه انهم يتغطاو تماما باش يقدروا انهم يتصبغوا باللون الارجواني اللي بغيناه. صافي هنا غادي نسد هذوك لي بواط وغادي نوضعهم في الثلاجه لمده ليله كامله. وبالنسبه لهذه العمليه راني كنت درتها في الليل وخليته في الثلاجه لمده ليله كامله، في الصباح كملت المونتاج ديالو. ودابا نبقاو مع المقادير اللي نحتاجو ونرجعوا لمعرفه طريقه التحضير. وبسم الله توكلت على الله. والحاجه غادي نديرو هي انا غادي ناخذ بيضه وغادي نحاولوا اننا نقسموها على جوج غير بشويه، لان البيض ضروري ما نتعاملوا معاه بحذر ملي نكونوا غادي نزينوه بحال نهار اليوم. وكما كتلاحظوا راه اكتسب اللون مزيان لان الباربه اللي درناها راها مسلوقه، فالمسلوقه كتعطي واحد اللون مجهد شويه على الخضره. بالنسبه للناس اللي يسولوني هذاك الشمندر الاحمر ولا الباربه اللي سلقناها شنو غادي نديرو بها، غادي نديرو بها عصير، وغادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف لانه هو الفيديو اللي درته قبل من هذا. كيجي عصير ممتاز. والفوائد ديال الباربه الا قلبتوا عليها في جوجل كتبوا فوائد الشمندر الاحمر غادي يعطيكم واحد اللائحه طويله كتبين شحال الباربه مهمه لجسم الانسان، وخصوصا اننا في شهر رمضان احيانا الجسم ديالنا بحكم اننا تقريبا كناكلو غير وجبه وحده اللي مزيانه كيفقد بزاف ديال المعادن وبزاف ديال الفيتامينات. الشمندر الاحمر كيعوض له بزاف ديال داكشي اللي كيفقدو. فعلا هو يعني واحد العنصر اللي هو مهم جدا في التغذيه السليمه للانسان. فلهذا انا دائما كنصح الناس اللي ما كيقدرش على الطعم ديالها كيجي باسل ممكن انه يستعملها في العصائر، وخصوصا ملي كنستعملوا شي اساس عصائر مجهد بحال اللي تا هو وجدته في القناه. المهم انا بجوج بهم العصير الباربه واساس العصير ديال البرتقال غادي تلقاو الروابط ديالهم في صندوق الوصف ان شاء الله. هنا بعد ما كملنا الهرس ديال صفار البيض كامل بدينا كنضيفوا في المكونات اللي هي المايونيز، المطارد، الخل، الملح، الابزار، وغادي نبداو اننا نخلطوا كلشي مزيان باش نحصلوا على خليط ممكن انه يدوز في البوشادوي. هنا نعاود نقول واحد النصيحه اخرى،
وهي ان انا حيت انا كنعرف عيني ميزاني، كنعرف نتعامل مع المكونات. بالنسبه للنساء اللي ما متعودينش على هاد القضيه هذه، ممكن انه في البدايه تضيفوا غير معلقه شويه من هذه شويه من هذه باش ما يجيكمش هاد الخليط جاري، لانه لما مشى حتى جاري راه غتكبوه بالمعلقه، ما غاديش ينفع انه يدوز من القمع. فلهذا اولا عفوا الجيب الحلواني، فلهذا حاولوا دائما انكم تضيفوا الحاجه غير شويه بشويه. يعني المايونيز نضيف معلقه ونشوف واش باقا محتاجه زياده ولا لا. الخل تا هو كذلك نكبر شويه، ماشي ضروري ندير معلقه كبيره كامله. انا هنا استعملت بيض كبير فقدرت انني نلعب كما بغيت في المقادير. شوفوا كي تبارك الله كي كتخرج الشكل ديال البيضه في النهايه كتجي رائعه جدا. انا بعد ما نكمل التعمار ديال البيض، شوفوا هنا هذيك اخر صفار كان بقى في الجيب الحلواني خرجته. يعني الخليط جا نيشان مع العدد ديال الانصاف ديال البيض اللي عندنا. صافي هنا حاولت انني نزين شويه هكا بورق البقدونس والتحميره، ولكن من بعد راه وليت حيت هذاك الورق البقدونس ما عجبنيش. اكتفيت فقط بشويه ديال البابريكا مزيناهم من الفوق. وكما كتلاحظوا داك شويه ديال البياض اللي كيبقى باين في بياض البيض مع داك اللون الباربه اللي في الجناب مع الصفار ديال هذاك اللي الوسط، شو كي كتجي رائعه. داك التدرج في الالوان كيجي غزال بزاف. يعني يليق هاد الوصفه هذه تعليق انكم توضعوا للضيوف ديالكم او تزينوا بها الموائد باش تبان لكم مختلفه. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وانتظروا مني وصفات كثيره في القادم من الايام اللي هي رائعه جدا. ودمتم بود.